هجمة على النادي الاهلي بتمريره ونفس الطريقه المحفوظه من طارق العشري، تبقى ماسك الكرة وفجأة بكرة واحدة يطلع يمسك الماتش، لكن شناوي يتألق. عاش يا عالمي يا شناوي. بص يا شناوي، ما تسمعش حد يا شناوي. انت يا شناوي حارس مصر الاول، عالمي يا شناوي. في الكرة اللي طلعتها دي كرة في الدقيقة 11 ونص، ضربوا بيها خط الدفاع طق. شناوي العالمي. عاش يا شنو، ما تسمعش لحد يا شنو. عاش يا عالمي. هجمة تانية لنادي سموحة في الدقيقة 34، الماتش متقفل جدا، وتاني هجمة لنادي سموحة. مش عارف يا جماعة، احنا في سذاجة دفاعية غريبة، يعني في سذاجة دفاعية غريبة جدا. يعني دي تاني كرة ليهم، هم ما راحوش عليك الا بكورتين، وانت تاني كرة بتطلع بيها. في سذاجة دفاعية غريبة جدا في الحوار. انا مش فاهم في ايه. يعني مش عارف اختراقها زي محمد هاني، انا مش عارف تعمل ايه يا هاني. يعني ايه الزحلقة دي يا هاني؟ بتزحلق كده ليه يا هاني؟ والشناوي برضو غطى على المواجه. يا جماعة احنا في مشكلة عندنا في خط الدفاع. طب ما عبد المنعم ومتولي اللي هم الاساسيين رجعوا، في مشكله، في اختراقات بتحصل. لازم انت بتضغط بس لازم تبقى مأمن ورا. في عندنا حاجه لازم نعالجها، واحنا اشرنا ليها في الماتشات اللي فاتت. مش هينفع يا جماعه، مش هينفع. ربنا يستر يكون الشناوي ما اتشابش. هو من علي لطفي انا شايفه بيسخ. شوط اول خنيق جدا، ما فيهوش اي كوره. شوط متجمد جدا كما العاده. طارق العشري اصلا، احنا كل الاهلاويه اللي بيتفرجوا، كل الاهلاويه ايه ده، اي حد بيتفرج على الماتش عارفين ان احنا لا هنشوف لا متعه كرويه ولا متعه هرائيه. شوط اول متجمد جدا، كلنا ما فيش، وقف اللعيبه كلها واقفه مكانها. الاهلي ما راحش بولا هجمه غير بهجمتين في اخر 5 دقائق لما لعبنا كره سريعه. ما فيش اي حاجه تذكر في الشوط الاول. هم راحوا علينا بهجمتين، مش عارف زي ما قلت لكم في من شويه، من اختراق دفاعي اي حد سهل جدا الاختراق. هم كورتين. شوط اول خنيق، يعني خنيق لاخر حاجه، مفيش الا اخر دقيقه. وبعدين يا جماعه الهاني سليمان ده هو متعادل يضيع وقت، مهزوم يضيع وقت، فايز يضيع وقت. انا مش فاهم. انا حاسس ان هاني سليمان ده عايش عشان يضيع وقت. يعني هو مثلا بياكل مش عشان جعان، لا هو بياكل عشان يضيع وقت. بينام عشان مش عايز ينام، لا هو بينام عشان يضيع وقت. طب انت بتضيع وقت ان انت متعادل؟ يعني انا مش فاهم. وبعدين ماسك اللاعب بتاع سموحه مش لاقي حاجه تضيع وقت. انت ايه يعني؟ انت الربط تنفخ له فيها. احنا دلوقتي في الدقيقة 70. بصوا يا جماعة، احنا لو قعدنا نلعب بالطريقة دي لحد بكرة مش هنجيب مش حتى جول. احنا ما رحناش عليهم اصلا. ماشي، قفشه نزل ورأفت خليل نزل، مع ان انا مش عارف هو يعني ازاي تدي رأفت اول ماتش كده في ماتش مهم زي ده، واحنا محتاجين النقط بتاعته. بس احنا لو قعدنا نلعب لحد بكرة كده بالطريقة ديت مش هنجيب حاجة. وبعدين ماتش فيه طارق العشري والهاني سليمان، يعني ما انت متوقع ايه يعني؟ ما فيش. انا قاعد اصلا عامل كده، يعني انت قاعد حاطط ايدك على خدك، فاهم؟ وهي كوره بتروح ناحيه منطقه الجزاء انت عارف انها هتتقطع. لازم يكون في طريق، لازم حسين الشحات ينزل. يعني كريم فؤاد وقف تماما، لازم حد يعرف يخترق. يا جماعه لازم حد يعرف يخترق ويكون في هدوء شويه. مش عارف مستعجلين على ايه، ما بالراحه. لكن احنا لو بالطريقه ديت حتى لو حصل تغييرات لو فضلنا نلعب لحد بكره، بكره ايه لحد السنه الجايه مش هيحصل حاجه يعني. الدقيقه 77 نزل حسين الشحات وحسام حسن مكان كريم فؤاد ومحمد شريف. يا ماشي، مش عارف. يا رب يا حسين زي بقالك ماتشين يا حسين بتنزل خلصناه يا حسين. معرفش، بس لازم يا جماعه اهدوا بالراحه. مستعجلين ليه مش عارف. ايمن الكشف بيقول لك ايه؟ كنا مستنيين اللقاء فيه تكتكه ودلع ونتبسط. بذمتك يا ايمن انت كنت مستني ايه يا ايمن؟ انت بتهزر. ما انت عارف ان طارق العاشري يا عم وهاني سليمان يعني عايز ازاي يا معلم؟ يعني ازاي تكتكه ايه بس؟ حمدي فتحي، يعني دي عرضيه حمدي فتحي هنرفعها لك انت قدام الجول لوحدك يا حمدي. يعني هتحطها امتى طيب؟ يعني عمرك اصلا ما هتلاقي فرصه زي دي يا حمدي انت قدام الجول لوحدك يا حمدي. انت هتحطها امتى يعني؟ انا مش فاهم انا. حسين الشحات ادى كوره لقفشه الهاني، بترفع عليه هاني؟ ما تشوط يا هاني، ما انت شوط يا عم. يا جماعه اقسم بالله انا هتشل. مش عشان طريقه، لا انا مشلول اصلا عشان طريقه لعب بالطريقه العشري. تمام ماشي، تكتب ماشي، حافظ لعيبه الاهلي. بس يا جماعه انت ما رحتش اصلا. انت كاهلي ما رحتش. انت فين انت؟ مش فاهم انا. انت فين؟ مش فاهم انا. وكرة بعدها هي لحسين الشحات شاطها برضه مش عارف قلشت. يا جماعه بالراحه، يا جماعه اهدوا، يا جماعه اهدوا. ومديه 5 دقايق وقت بدل 5 دقايق وقت بدل ضايع. ده احنا لو طبقنا التقنيه الجديده بتاعت كاس العالم اللي في قطر ديت هناخد ايه؟ شوط كامل وقت بدل ضايع. الدقيقه دلوقتي هو بتفرج معاكم 94 54 اخر فرصه في الماتش. وراح بقى عبد المنعم ايه شاطها، راح مطيرها ايه فوق البتاع. يعني عبد المنعم برده كمان ايه قعد طول الماتش ما شاتش ولا كوره. وفي الاخر في الدقيقه 95 هيوصل اصلا دلوقتي هاني سليمان هيرفعها هيصفر الحكم. طبعا ما هو عايز يخلص يعني. بس فكده تمام الماتش خلص تعادل. شكرا. ده بقى اللي احنا مستنيينه. مش عارف يا عبد المنعم انت بتشوط عليه يعني. طب ما اخر كوره عبد المنعم دي اخر دقيقه. يعني انت اهو صفر.
طول الماتش يا عم منعم ما شفتش كوره، جاب شوط في الدقيقه الاخيره، ما ترفعها يا منعم لحد جوه. اتعادلنا يا جماعه، شكرا.